أنا بستغيث بمدير أمن الدقهلية والمحامي العام والنائب العام وكل ما هو مسؤول عن سلامة وأمن المواطنين. أنا اسمي نور أحمد السيد من قرية دياس، محافظة الدقهلية، مركز طلحة، في كلية تجارة إنجليزي جامعة المنصورة. الموضوع كله إن حصلت لي مشكلة من حوالي 6 شهور مع واحد اسمه إبراهيم جمال مأمون، كان بيكلمني على السوشيال ميديا وأنا كنت في بالبلوك عشان إحنا في قرية ومنع للمشاكل، والبنت إيه غير سمعة، وانا مش محتاجه اقول الكلام ده طبعا. والموضوع زاد عن حده، وبدا يكلمني في كل مكان ويوقفني. جالي قدام الجامعه، وقفني في البلد ومسك ايدي، شدني من ايدي، ولولا ستر ربنا والناس اتلمت انا ما كنتش عارفه ايه اللي هيحصل، ما كنتش عارفه ايه اللي هيحصل. وما اجي اكلمه يقول لي ده انا ابويا محامي. بتاعي ايه ابوك محامي؟ وهو اللي بيقفل المحكمه وما بيقفلش المحكمه. انا اعمل ايه بكل ده؟ يرضي مين يا ناس اللي بيحصل ده؟ رحت عملت محضر بالكلام ده بتاريخ 10/11/22، ولغايه الان لغايه دلوقتي المحضر بتاعي واقف بتاع ايه؟ عشان نفوذ ومجاملات وعشان معاه واسطه، ويقول ده انا اللي ويهددنا ويقول ده انا كل ما تشغلوا المحضر هوقفه لكم تاني. ليه يحصل كل ده؟ بتاع ايه؟ احنا فين؟ احنا في غابه ولا احنا فين؟ ليه بيحصل كل ده؟ انتوا عايزين كام نيره بعد كل اللي بيحصل ده؟ ومش انا لوحدي اللي بتعرض للكلام ده، اكيد في مليون واحده زيي. يعني انا شغاله كل يوم في تهديدات. انا بتهدد، انا مش عارفه اخرج ولا عارفه اروح مكان، وقاعده في بيتي ما بنزلش ومش عارفه انزل. يرضي مين يا ناس؟ يرضي مين؟ انا عايزه حق وحق اخواتي. وفي ايه يتهجم على اخويا؟ هتهجم على اخويا الكبير اللي ابويا، ويقول لاهلي انتوا مش هتعرفوا تطولوا معايا لا حق ولا باطل، ده انا معايا النفوذ ومعايا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.